السرديل ما خصوش يفوت، بعدا كاين واحد بالنسبه للمواطن ما يفوتش 4 دراهم 5 دراهم 6 دراهم. راه كيلو في المرسى تحسب عليك اخويا ب 700 660 وتجيبوا المواطن هنا بشحال بيتبيعوا ليه ب 800 ب 900 راه غالي عليه. ما كاينش كاع هذه واحد 3 سيمانات كاع ما شفناه كاع ما كاينش كاع في السوق. مشاهدي قناة مغرب تايمز أهلا ومرحبا بكم. حنا على بعد أيام قليلة من شهر رمضان الأبرك، المغاربة كاملين كيستهلكوا في هذا الشهر الكريم الأسماك بما فيهم السرديل. على ذكر السرديل، اليوم الثمن ديال السرديل وصل ل 30 درهم و40 درهم وما كاينش. في السبعينات والثمانينات في مدينة أكادير كان السرديل كيتعطى في المرسى فابور، يعني كتمشي للمرسى كتدي السرديل فابور. حاليا كنشوفوا السرديل ب 40 و 30 درهم، علما ان عزيز اخنوش كان وزير الفلاحه والصيد البحري لمده 16 عام، وكذلك زكيه الدريويش كاتبه الدوله المكلفه بقطاع الصيد البحري اللي كانت في المرحله ديال اخنوش ودابا هي اللي مكلفه. جينا لسوق السمك نشوفوا الحريفيه اشنو كيقولوا حول هذا الثمن وكيفاش ولا هذا الثمن، ونشوفوا حتى المواطنين كيجاوهم الاثمنه ديال السمك وكيفاش كيتصوروا ان الثمن غادي يكون خلال شهر رمضان. خليكم معنا. وحنا بلادنا راه جوج بحور تبارك الله، راه حنا كمغاربه الا بيتي للمنطق وبيتي للمعقول، راه حنا هاد الاثمنه زعما راه لا اله الا الله، فهمتي؟ انسان وخصوصا السرديل. السرديل انا كنهضر معك كولد اسفي السرديل ما خصوش يفوت، بعدا كاين واحد بالنسبه للمواطن ما يفوتش 4 دراهم 5 دراهم 6 دراهم. واحد الوقت راه كان السرديل هو يقول لك هذا تا هو كحريفي راه كان درهم 10 ريال الكيلو، عقلتي في واحد الوقت في اسفي، ودابا ولا كيوصل ورمضان جاي دابا يعني كاين اشكال في هادشي ديال الحوت. درويش حنا كنطلبوا من الدوله تدخل وتهيكل هذا القطاع ديال الصيد البحري، راه فيه خروقات كثيره واكبر متضرر من هذا الشيء ديال سميتو راه هو المواطن. السرديل غالي شويه، كاين الراحه البيولوجيه، كاين من عيون حتى لاسفي. صحيح. كيجي هذا الحوت ديال العرايش ديال قنيطره فهمتي ديال المهم الحوت تيجي شويه ساوي ديال 16 15 بالصندوق. فيه المصاريف داكشي علاش دابا فيه المصاريف، فيه المصاريف بزاف، والمواطن راه ما داكشي علاش ما كيتقبل. من هنا رمضان ان شاء الله الحوت قليل، من رمضان ان شاء الله غيكون الخير والبركه، يطلقوا البركوات السويلكات عطا الله الخير. وما بالنسبه للحوت الاخر موجود الحوت قمرون تبارك الله 1000 ريال، قال الفريق قمرون تبارك الله كيداير، الميرنايه 60 درهم، السول 60 درهم، الروبيو 20 درهم، باسامان 40 درهم. عرفتي شحال ديال السرديل ولا ما عرفتش؟ السرديل تقديد ذاك النهار بن سرقاو 500 ريال. 500 ريال 25 درهم. اليوم ما عرفت شحال. بان لك الثمن مزيان؟ لا غالي. بلاصه تجيب 2 كيلو ولا كيلو كتجيب غير كيلو. يعني كتنقص لك النص، كدير نص ديال داكشي اللي كتقدى. كان الحوت رخيص. كان فاس في كيتباع غير في الشبكه. الشبكه كيلو بحال هكا. الصمته كانت ب 5 دراهم. دابا وصلت بالكيلو، وصلت بهذا. وعلاش هذا الشيء؟ هذا الشيء على حساب البحر وعلى حساب البحر ثاني كيكون هايج هذا الوقت، كيكون طالع. انت بحكم كتخدم شويه ديال السرديل، واش درتي داير السرديل هاد الايام؟ لا الايامات لا، دايرين هكا بيضه ولا مرات شي ولا نشوفوا باش كنخدموا هاد الايامات. علاش ما درتيش السرديل؟ السرديل اخويا غالي 12000. السرديل دابا 12000 ريال، كنا بعد كتخدم المرسى ديال اكادير كنجيبوه ب 4000 3000 5000 ما مقادش. دابا هنايا دابا كاينه 12000 في المارشي، ما كاينش 10000 12000 11000 9000 ما مقادش. دابا كابيله رخيصه شويه كتكون دابا هي نص ديال الثمن. كابيله لا نشوفوا هاد الايامات دايره تما 5400 باش كنجيبوها 6000 ريال في المارشي ديال يزكان. دابا المارشي هو اللي معروف، هنا هادشي اللي كاين. الحوت راه ناقص، الحوت غالي شويه في الثمن ديالو، ما الثمن. المواطنين قادين على الاثمنه اللي واخويا شويه ما قادينش، ما كاينش. ولا الانسان دابا كيدي بعد كيغبي يدي كيلو، كيدي نص كيلو 30 درهم، البيع ديالو دابا 25 درهم 30 درهم، اش غيدي؟ واخا شحال هادي كان السرديل غير كيتعطى في المرسى. وكان داك الشيء كان في الصندوق ديال 70 درهم 60 درهم 100 درهم 50 درهم. ودابا راه ما كاينش عمرو، ما شحال نقول لك، من رمضان ديال العام الاول ما عمرو نزل، قليل واحد شي مرات وصافي، ما عمرو ما نزل من 4000 5000 3000 والفوق 6000 7000 عند الفليك.
عند البركوات كيكون بعض المره شويه ناقص. هو شنو نقول لك اخويا بالنسبه للحوت، انتم راه كتشوفوا دابا المنزله راه لا تساعد على الخروج ديال الصيادين والمراكب. الله يحسن عوانهم، تا هما راه كيدخلوا لواحد البيئه اللي لا يعلمها الا الله، كما كيقولوا راه الداخل مفقود والخارج مولود. وتا ديك الحاصله هذاك الجزء اليسير ديال الباركوات اللي كيدخلوا كيخرجوا واحد البركه قليله ديال الحوت. هذه من بين الاسباب الرئيسيه اللي كتخلي الحوت طالع، هي الاجواء ديال الجو. ثانيا كاينه واحد النقطه انا لاحظتها، كنمشي مره للميناء ديال هذا خصوصا ديال اكادير، كنلقى الحوت كيتباع اكثر من مره، كيتباع عند مول الفلوكه ولا عند مول الباركو، ويجي واحد يشريه وعاوتاني يجي الاخر يدخلوا المارشي عاوتاني يبيعوه. يعني كيمر من واحد تقريبا باش نقول لك 4 المراحل اللي كيوصل عند المستهلك، وبالتالي راه غيكون الثمن غالي، غيكون الثمن غالي. هذه مساله هي منطقيه. الحوت اخويا راه كاع ما كاين، راه في المرسى اخويا وغالي. راه كيلو في المرسى تجي تحسب عليك اخويا ب 700 660، وتجيبوا المواطن هنا بشحال بيتبيعوا ليه ب 800 ب 900، راه غالي عليه. راه خاص يديروا حل اخويا هذوك الناس في شي مرسى ويديروا سميتو باش يعرفوا الناس تا هما الاثمنه ديال الحوت شحال دايره. راه كابيلا هي اللي رخيصه ودايره 8000 دابا، وما كايناش الا نشوفها ولا كاينها واحد شويه، ما كاينش المليح. الدرويش ما يوصلش. الدرويش فينا واخويا، الدرويش راه واكل الدقه ودا الحبيب. شحال هذيك الحوت رخيص؟ وشحال هادي راه انا دابا ولدات فيه الحوت عندنا حنا تما راه دايره 240، كاع لا غلا 300، وما هنا فاكا راه غلا راه وصل 700 ريال. المسؤولين راه عارفين هما، راه داكشي راه بيناتهم، راه تغر ما عندك ما تقول لهم، غتقول شي حاجه راه باي. السري دابا ما كاينش، ما كيدورش. ومفقود قلب نيت عليه انت. واش نقول لك انا داير 720 في المرسى، شكون اللي بياخذوا لك بيجيبوه لك هنا الجماره، ما كاين اللي يشري عندك. شحال بتقول فيه 800 900؟ الصول داير 80 درهم، كل ذاك كروفيت داير 80، الكرامه دايره 100، ميرنا دايره 70 درهم، الصلة دايره 60 درهم، السيبيه دايره 80 درهم. هادشي اللي كاين. كنشوفوا واحد الحاجه ما كايناش في السوق كلها، اللي هو السردين اللي الناس المولفين كياكلوه. السردين راه كاين البروجه ديالو، مخدامين حاصرين هنا كادير، هذاك الشيء علاش. في السبعينات والثمانينات كان السردين غير كيتعطى في المصاري. هذيك الساعه كان موجود، دابا راه كل حاجه وثمنها، كل حاجه والثمن ديالها. الوقيته ما كاينش الحوت، هاد الوقيته في العام كتكون موفيطه ما كيكونش الحوت، ولكن ان شاء الله تقريبا دخل شهر جوج غادي يكون ان شاء الله السرديل، غادي يكون الخيرات ان شاء الله، غادي يكون الخير. على الاثمنه، عرفتي الاثمنه لا ما كاينش كاع، ما كاينش كاع الحس ديالو، ما كاينش كاع. هذه واحد 3 السيمانات كاع ما شفناه، كاع ما كاينش كاع في السوق، ما راهش كاع في السوق، ما كاينش. واخا زعما حنا اكادير، لا واخا ما كاينش، لا حنا ولاد اكادير ما كاينش في السوق. كاين الحوت الابيض كاين موجود، ولكن بالنسبه للسرديل ولا نشوبه هذه 3 السيمانات ما شفناهمش، ما كاينينش. وداك الشيء اللي كنتي كتعرف في الستينات والسبعينات اللي كنا كنشوف غير ديك ساعه المرسى كدير السطل وكيخوي لك من البارك ويعطيك فابور. دابا الشيء ما بقاش. والسرديل السرديل حنا كاع اللي كنا حنا بوفريه كناكلوا السرديل حتى 600 ريال، 600 ريال اصاحبي راه غادي نجيب بها انا صندوق ديال البصله ولا ديال البطاطا. كيفاش كتشوف يعني هذا الثمن هذا وحنا مقبلين على رمضان؟ اخويا بوفري مازال. اخويا الثمن هذا ما خدامش لينا حنا، حنا كفاة البلاد هذه خاصنا ناكلوا الحوت ب 3 دراهم، الا شرينا فيه الغلا نشرو ب 5 دراهم اخويا. اما 600 ريال اخويا راه بزاف. ها كاين بوفري خدام صاحب الربيع ولا سميتو خدامها ب 600 ريال، اللي تيجيبها هو يديها كيلو ديال الحوت اش بياكل تراب. حشومه كثيره بعد هذيك السومه. كان غير كيتعطى، كنا حنا كنمشيو للمرسى هنا القليله كنخرجوا معنا 3 السنات، كما كيهضر معاك الباترون ديالك. ولكن دركا بالنسبه لهاد الاسعار هادو غاليين علينا اخويا بزاف، راه بزاف راه حشومه. الحوت ما كاينش كاع، درنا الحوت ما كاينش. ما كاينش الحوت، نقارد ولا داير دابا بحال السيتركان. شنو هو السبب؟ السبب اخويا خاص البلاد بعدا ديالنا هي الاولى، خاصها تستورد في هذا الشيء، خاصها تاكل من المواطنين، كل واحد يجي الحق ديالو. حين دابا اكثرين ديال داك الشيء ديال الحوت الغالي كيتصدر، كناكلو حنا حاشاكم ها الزبل.